بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في لحظات معينة الست ما بتبقاش محتاجة كلام كتير ولا وعود كتير ولا وعود كبيرة. كل اللي بتبقى محتاجاه هي مجرد نظرة أو لمسة تحسسها إنها مش لوحدها، وإنك بتقولها أنا موجود، أنا جنبك، متخافيش. الست بطبعها بتحب الراجل اللي بيبقى ليها وطن، سند، أمان، مش بس شريك حياة ومجرد زوج فقط. حد تلاقي فيه الأمان قبل الكلام، وتلاقي فيه الاحتواء من غير ما تطلب، من غير ما تقوله أنا بشحت منك الكلمة الحلوة، أو أنا حاسة إن ماليش ظهر وماليش سند. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف العلاقة دي وصفها بأجمل وصف وقال لتسكنوا إليها، يعني تسكن النفس ويهدأ القلب ويتشال الخوف نهائي. وكمان قال سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني ما قالش جعل بينكم لا حب ولا غرام ولا عشق ولا أي شيء من الأشياء دي. ليه؟ لأن قال المودة والرحمة لأن دي أعمق من الحب، وأعمق من أي درجة من درجات الحب والهيام والكلام اللي احنا بنسمع عنه في القصص الرومانسية، لأن هي دي الراحة النفسية وهي دي الطمأنينة، واللي بتحس بيهم الست من نظرة واحدة أو من لمسة واحدة أو كلمة بتطبطب فيها على قلبها، ولكن في الوقت الصح. في زمن بقى فيه للأسف الشديد الجفاف العاطفي بقى عادي، وغياب المشاعر بقى ليه مبررات وكتيرة جدا جدا. بقت الست محتاجة راجل مش بس يسمعها، لا، راجل يحس بيها ويقدرها. زمان العرب كانوا بيقولوا المرأة لا تريد رجلا يثني على جمالها، بل رجلا يشعرها بالأمان وهي في أسوأ حالتها. والحقيقة هم قالوا جملة مهمة ومفيدة جدا جدا، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. مش عن الشكل ولا عن الجيوب، أصل الراجل ما يعبوش إلا جيبه زي ما الناس بتقول، لا، عن صفات الرجولة بجد اللي الستات بتحبها بجد. فيا ترى ايه هو الزوج اللي يدخل قلب مراته ويقعد فيه ويخليها تحس انها لقت كل اللي كانت بتدور عليه؟ هنعرف مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة أشجان. عليكم السلام ورحمة الله يا ندى، ربنا يبارك فيك وسعيدة بيك وربنا يكرمك. أهلا وسهلا. احنا في الحلقة السابقة اتكلمنا عن الصفات اللي الزوج بيحبها تكون موجودة في زوجته، فعدلا وإنصافا كان ولا بد إن احنا نشوف الزوجة. نشوف الزوجة هي كمان ايه الصفات اللي بتحبها انها تكون موجودة في زوجها. سألتك في الحلقة السابقة هل في مواصفات تعتبر الثابتة أو القاعدة الثابتة اللي الرجالة بيحبوا يلاقوها في زوجاتهم، وكان إجابتك وسردتي معانا الصفات دي، موجودة على قناة سلام على اليوتيوب وموجودة على الفيسبوك للي عايز يرجع لها. أنا بعيدة على حضرتك نفس السؤال، هل في صفات موحدة تعتبر هي القاعدة الثابتة عند جميع النساء اللي بتتمنى إنها تكون موجودة في أزواجهم؟ آه، من باب الإنصاف طبعا زي ما قلنا عند الراجل لازم برضو نقول عند الست. ففكرة إن الستات بتدور على إيه، يمكن دي موحدة عبر الأزمنة. يعني الرجالة شوية في حاجات متغيرة، قلنا موضوع إن هي موضوع شغلها، موضوع إنها تبقى اندبندية أو إن هي حاسس إن هي داخلة ندية العلاقة. لا، على مر الأزمنة الست بنسبة كبيرة جدا الحاجات اللي هي عايزاها ثابتة ولا تتغير. يعني سبحان الله سيدنا النبي قالها رفقا بالقوارير، يعني من أهم وصاياه إن هو استوصوا بالنساء خيرا. فهو جاب الخلاصة إن هي فكرة إن الست إحساسها دايما وقوتها في الضعف وحالة الضعف اللي هي فيها. طب أنا كست بتبقى إيه اللي أنا عايزاه واللي أنت بتقولي لم يتغير على مر الأزمنة؟ أول نقطة دايما بتبقى الست محتاجاها فكرة إحساس الأمان.
يعني فعلا ان زي ما انت بتقولي الراجل ما تبقاش هي عايزه حد شكله كذا، او ان انت تهتم بيا في اوقات، لا، اوقات الضعف. ففكره الامان، الست لما اهم نقطه عندها ان هي حد يتقي الله فيها، ده يعني ده برضو زي ما قلنا في الراجل بيشوف ايه. ففكره ان انا بدور على حد يتقي الله فيا، ان هو فعلا هيحسن الي، يحسن الي في الرخاء وفي الشده، يحسن الي لوحدنا او وسط ناس. يعني واحدة تقول أنا يعني كنت عزيزة وسط أهلي، لما اتغربت مع زوجي لوحده ما عينتش كده، وبقى المعاملة اتغيرت وبقى بيستقوى عليا. ففكرة إحساس الأمان، وإحساس إن أنا ألاقي كزوجة احساس ان هو فعلا اقدر ابص لزوجي، ابقى فاهمه كويس جدا ان هو ده مصدر اماني، وهو مصدر امان لاي حد هو ربنا عز وجل، ولكن ان انا فعلا اقدر اعتمد عليه، وان هو لا يهمش من مشاعري الصغيره قبل الكبيره. فدي ما بتختلفش على مر العصور. اي ست في اي حته هيبقى محتاجه من شريك حياتها او من زوجها اول نقطه موضوع الامان. تاني نقطة، نفس على فكرة في خطوط عريضة عند الست وعند الراجل، بس زي ثابتة ما بقول عند الطرفين. بالظبط، لأن هي دي أي علاقة على فكرة، حتى الأصحاب، انا يهمني في صاحبتي ان هي تكون امينه معايا، لما بتكلم معاها فهماني، ما تبقاش فهماني غلط، ما اقعدش ابرر، ما اقعدش ابقى اما حد يتكلم ابقى واثقه ان هي بترد غيبتي. ففكره الامان، فما بالك ده في ده، فما بالك بقى في العلاقه بين الزوجين. فمهم جدا فكره ان انا احس معاه بالامان. والنقطه اللي بعدها فكره الاحترام. الست تحب جدا موضوع الاحترام والتقدير، والاحترام هنا غير الاحترام بتاع الراجل. يعني ايه؟ يعني الراجل لما يقول ان الست تحترمني، هي بتتكلم معاه كويس، ان هي فعلا مقدراه. الاحترام عند الراجل ان هو ياخد رايها بمحمل الجد. فكره ان هي زي ما يعني احنا السيره بتاعت سيدنا النبي مش جايه لنا كده، ده جايه لنا كل حاجه فيها عشان احنا نتعلم. يعني ده بيت الرسول عليه الصلاه والسلام، جرحه في كل ادق تفاصيله، وبياكل ازاي وبيشرب ازاي وبينام ازاي وبيعامل زوجاته ازاي، عشان احنا نتعلم، مش عشان بس جرح بيت النبوه. فلما نشوف سيدنا النبي انه اخذ راي السيده ام سلمه، انه كان السيده خديجه هي اول من احتوته ولجأ إليها في عز ما الناس كلها، وهو كان يتفاخر بده ويذكره أمام الرجال ويذكره أمام الصحابة، ولم ينسى على مر العصور ولا مر الأزمنة، ويجاهر بهذا الحب السيدة عائشة، وكان يدللها وهي عائشة. ففكرة إن أنا فعلا فكرة احترامي بيجي بس مش إن ماشي حاضر يا ست كل تمام، لا، إن عايزة إيه، محتاجة إيه، طيب كلامك على العين والراس، ما يهنهاش قدام لا اهله ولا اهلها. يعني في واحده تتقدر قدام اهلها وقدام اهله لا، كبري دماغك بقى، معلش، ما انا لازم، معلش استحمليني لما اشد عليكي في الكلام عشان ما بالظبط. يقولوش لا، عليا. والقدام وانا لازم اثبت رجولتي، اي وان الرجوله عنده كلمتي يا اما بالزعيق يا اما هي بالصوت العالي. بالظبط. ففكرة الاحترام ان انا فعلا كست ابقى حاسة بامان وحاسة باحترام، وحاسة ان انا فعلا الشخص اللي قدامي عاطيني الثقة وانا واثقة فيه. ما تبقاش دايما تقول عايشة حياتها ان هي بتراقب التليفون وبتراقب ده وبتراقب ده، واصله يعمل كذا ويسوي كذا. ففكرة ان اي ست لو خدت امان وخدت احترام وخدت الثقة من زوجها، ان هو انا واثقة فيه، انه احنا ما فيش بينا اي حاجة، ان هو ابقى دايما قلقانه ان ده مش الصح، او انه بيكذب عليا، ولا ده مش كذب، ده بيحور، ده اصل كذا. ف ف ف فدول لما بيتحققوا بنوصل فيهم لايه؟ للتقدير. ان هي تحس انها زوجه مقدره عند زوجها، انها عارفه ان انا لما هكون متضايقه واول حد هيجي في بالي هو زوجي، ارفع السماعه، انا عارفه انه هيتحمل مهما يكون بيشتغل وصعب وكده، هيستوعب ان انا لما يحصل لي تقلبات، والده، طفل بيبي، حديث ولاده، حمل وتعب، انها فاهمه كويس جدا ان جوزي هيقدر ده. فلما بنحقق نفس فكره الراجل يا جماعه، نفس الست، لما بنحقق الاربعه دول بنوصل للتقدير في الاخر، ان انا كست احس ان انا متقدره. في ستات ممكن تكون الاربعه الاولانيين زوجها بيعملها معاها، انما هي مش متقدره. يعني ايه؟ يعني هو لو حس باي جانب تقصير منها في دول، سلام عليكم. او ان انا فائد معاها ان انا على فكره انا ممكن اتجوز عليكي بكره، ما تربطنيش. او ان تمام. انا مالكيش دعوه انا فين وبعمل ايه وراتبي كام ليكي وتشربي. ففكره ان انا فعلا هو زوجي باصص لايه. ففكره ان انا اصل لمرحله التقدير، فدي اسمى حاجه في العلاقه. خلاص بتقدري تحققي بقى الاحترام، ان احنا بنتحاور، ان احنا بنتكلم. فاي زوجه في الدنيا
ايا كان الطوعيه السويه، انا المفروض لما تتحقق لي الحاجات دي انا ابذل قصارى جهدي ليه؟ للحفاظ عليها. لان الست ساعات بتصرفاتها ممكن تخلي الزوج يسحب واحده منها، وهي دي، او انه ما عادش يتعامل بيها معاها. يعني هل الزوجه ممكن تخلي زوجها يعني يسحب منها الثقه؟ لما انا زوجي يقعد مم. يحكي كل تفاصيله، وكل تفاصيله تبقى تاني يوم على الفيسبوك، او مع اه. اهلها، او مع اه. اصحابها، او مم. او ماديه ونفسيه وحياتيه، ده اتخانق مع مم. مين، ده زعلان من بالظبط. محمد وعملوا كذا، فسحب هو منها طبعا عادي. هي دي من ضمن النقاط اللي بتبقى يعني الزوج بيكرهها جدا جدا، يعني طبعا. ينفر منها ان لما يلاقي الحاجه في بيته ومفيش 3 دقايق بقت عند حماته، او بقت عند اختها، او مصر بقت كلها. عند ام. بالظبط، مصر كلها. طيب خليني اناقش معاكي جمله بتتقال من سنين السنين يا استاذه اشجان، الا وهي ان اقرب طريق لقلب الراجل هو معدته. والناس ضافت عليها بقى، هو مش معدته بس، لا ده هو معدته وشكل البيت المهندم والمرتب ومع أكلة حلوة، يا سلام كده، يبقى ايه، دخلتي قلبه وقعدتي وترستقتي جوه. ايه رأيك في الكلام ده؟ لسه أقرب طريق لقلب الراجل هو معدته، ونرجع نقول تخن وكرشه بقى قد كده. هي الفكرة يعني دايما نقول ان هما زي ما دايما بكررها، مفاتيح الراجل معروفة، ومن ضمنها موضوع الاكل. ولكن هل ده مدخله؟ يعني اهم حاجة عشان كده دايما بنأكد ان انت تعرفي زوجك في التعارف وفي العقد ان الاولويات عنده ايه. ايوه. يعني الاكل، احنا هم خمسه يا جماعه. فكره اول حاجه العلاقه الخاصه، تاني حاجه موضوع الاكل، تالت حاجه موضوع التنظيف وترويق البيت، رابع حاجه موضوع الاحتواء وفكره ان هي بتسمعني وبسمعها، وخامس حاجه المشاركه. المشاركه، مم. بتشاركني يعني. ما هو الاحتواء غير المشاركه؟ الاحتواء ان انا مم. لما اكون متضايق هي محتوياني، اما اكون مم. متعصب، اما اكون فهمتني ان انا غضبان، فهمتني ان انا كذا، فهي بتحتوي، بتلعب دور الام بمعنى اصح شويه. هنا المشاركه ان انا قاعد بتفرج على الماتش، هي مش رايحه جايه تنبط ان الماتش شغال وتتضايق وحول واحنا مستحملين الماتش وهات لي بس كذا واعمل كذا وانا ما بحبش الكوره. هي ماشي، مفيش مشكله، اقعدي 10 دقائق وانت مش فاهمه اي حاجه، مفيش مشكله. فهو حاسس ان هي بتشارك، زي ما هو انت واقفه بتطبخي وهو دخل واقف جنبك، اطلع من المطبخ، المطبخ هيتبهدل. مم. فكل الازواج، كل الرجاله هم الخمسه دول يا جماعه، مم. ترتيبهم بيختلف. يعني ايه؟ يعني في ناس بتبقى عندها موضوع ان انا اهم حاجه ادخل البيت الاقي الاكل، زي ما كنا بنضرب الامثله في الحلقه السابقه، موضوع ان بالنسبه له الاكل ما تقوليليش لسه 5 دقائق، انا بالنسبه لي ده رقم واحد. ولكن احب البيت يبقى متنظف. فانت بتلعبي على البيت قبل الاكل، لا العبي على الاكل قبل البيت. فهو مفتاح. لان دايما الرجاله على فكره، على قد ما هي كائن يعني بيبان كده ان الدنيا صعبه، بس هم ابسط من البساطه. الرجاله عايزه كلمه حاضر، وعايزه لقمه سخنه، وعايزه احتواء في علاقه خاصه. الثلاثه دول لما بيتحققوا بنسبه كبيره الدنيا بتتظبط. طب ولكن احنا تقولي بنقول ايه، تقولي ايه للست اللي بتقولك ما بعرفش اقول حاضر؟ ما بعرفش، انا اه إيه، الموضوع ده يعني بيتعبني، بينرفزني، ممكن هو اقول له ان شاء اه الله، طيب ربنا يسهل، لكن حاضر دي انا ما اعرفش، بيني وبينها حواجز كتير. هي على فكره انا بعرف اقول ايه وهو بيقوله ازاي. هي امم. اللعبه جايه من الاثنين. يعني في راجل بيقول لها هو هتعملي ده عشان هو ده وهو كده، وانا مش عايز جدال. فبالتالي طبيعي جدا انا مش هحس نفسي ان انا يعني انا مش في سوق العبيد بقى يعني. ايوه. فانت اه. تقول ايه، اه. انت تقول ايه وانت تردي تقولي ايه. ففكره ان هي كلمه حاضر بتريح، ده على فكره مقوله صحيحه جدا. وبعد كده ناقشي. ولكن الراجل لما بيسمع 90% منهم، لما انت بيحس منك باللين بيبدا يبقى عنده استعداد يتناقش. انا خارجه النهارده، لا مفيش خروج، مفيش حاجه اسمها كده. فهي انت تقولي له طيب ماشي مش هنزل، طب بس انت اسبابك ايه، طب ايه اللي حصل، طب انت حابب يعني رافض الفكره، فتبداي تناقشي. بس في البدايه اديله اوردر ان تمام. لان احنا لو هنرجعها للشرع، وهو من حقه يقول لك ما تنزليش، من حقه يقول لك ما تنزليش. بس هو انا داخله علاقه بان هي قال وقلنا، هو احنا في محكمه؟ لا. ولكن لما بنرجع الامور لنصابها الصحيح بنروح ونستريح. هو لما يقول لي ما تنزليش، تمام على راسي مفيش مشكله. لما حتى يعني دي حتى ضربت بيها امثله زمان وايام الصحابه، ان هي طب ابوها طب تروح طب ما تروحش. فهل الفكره في الشرع ان الزوج يقول ما تنزليش؟ تمام، لان انا مسؤوله منه. ما هو انا عايشه في كنف هذا الزوج وهذا الرجل. بس الدنيا ما بتجيش بالشد والجذب. فهو لما يقول لك لا ما تنزليش، انت بتسمعي. انت برضو لما تيجي تقولي الاوامر، احنا مش عند بعض بنسبه مين فينا اللي بيمشي كلامه على التاني. الدنيا امم. مش كده خالص. فهي هو قال ايه وانا رديت قلت ايه. فرجاله اه. كتير بتبقى نفسها تسمع كلمه حاضر.
يعني بيتحقق لها، هي في كينونتها كده يا جماعه، تركيبتها جايه كده. فهو لما انت تريحيه بالاستجابه ثم بعد مم. ذلك ياتي النقاش، وانت تاخدي الامر بصدر رحب، مش مم. مطلعين نماذج مستكينه ولا حاجه، بالعكس. لا يعني هي فكره ان هو يشاركك وفكره ان يحترمك، وده لازم يتحقق. والراجل تمام. لما يقص في مم. هذه الامور لا نتكلم فيها، انما هي المداخل. ففكره ان الراجل مدخله معدته عند البعض ده مهم، ولكن لا نستثني الجوانب الاخرى بالظبط، ونشوف هي ولازم هي تبقى عارفة هي ايه أولوياته زي ما حضرتك شرحتي في الأول. طيب ايوه خليني نتكلم عن قاعدة مهمة جدا. الأمان يا أستاذة أشجان ما هواش الأمان المادي فقط، في أمان نفسي وفي أمان عاطفي، وده كتير من الستات بتكون مفتقدة. خلينا نتكلم عن نوعين الأمان. يمكن الأمان المادي معروف إن هي الأمر المادي والمصاريف البيت والأمور دي كلها، خلينا هنعرج عليه ثم نتكلم عن الأمان العاطفي وإيه هو المقصود بيه أصلا. فكرة الأمان العاطفي أو الأمان بعدة أشكاله بجانب المادي، أنا شايفة إن ده جزء كبير جدا من أسباب الانفصال اللي بتتم بين الزوجين، بيبقى أساسها فقد الأمان ده. يعني بمعنى إن هي من الآخر كده في وقت كسرتها ما لقتوش، في وقت احتياجها ما لقتوش. هل الوقت ده بيحصل فيه انفصال؟ لا، هو بيحصل على مدى بعيد أو بتراكم. يعني واحدة كانت بتقول أنا والدتي توفى الله وكنت في أشد احتياج لطبطبة، أيوه. فهو في يوم الوفاة قال لي البقاء لله وكل حاجة، وبعدها قام قايل لها ما أنا برضو ماما ماتت، ما تكبرش الموضوع وعادي وبكرة الدنيا وأنا موجود يا ستي. فهي جه في التوقيت الغلط وقال في كلام التوقيت غلط. الغلط. هو كان ممكن فيما بعد يتكلم يواسيها ان على انا فكرة كمان امي هو مش كان موجوده طبطب او كده، عليها، بس مش دلوقتي. كان طبطب عليها وحضنها، خلص الموضوع فقط. في اوقات الكلام فيه ما بيبقالوش اي معنى، امم. الفعل امم. والفعل البسيط. فعلى فكرة مش ده اللي خلاها يعني تاخد قرار انها يعني يحصل مشكلة كبيرة تفكر انها تبعد تنفصل عنه. بعد فترة هي بقت كل ما تيجي سيرة والدتها بتبكي، فبدأ هنا الامر يبقى عكسي بقى. يعني انت هتعيطي، هو احنا بقينا نكديين، هو ما اعرفش ايه، كل ده وانت بتتكلمي في حالة وفاة لم تتم 6 اشهر يعني. وام، وهي ست غير راجل، واحتياج غير احتياج. ففكرة انت رد فعلك معاها لو كان بس طبطبة عدي، هتعدي، هي نفسها هتلوم نفسها انها بتنكد على جوزها وتعتذر له، حقك عليا اه. لو كنت بتنكد عليك في البيت. اه. فالامان النفسي لو فقد من الزوجة بيبقى عندها خيار البعد اسهل من الاستمرار. فهنا ده ناقوس خطر امم. كبير جدا. ففكره ان انا بس، على فكره الست والست المصريه تحديدا عندها استعداد تتحمل ضغط مادي عالي جدا، لان احنا اتربينا او عندنا في ثقافتنا ان تحملي. يمكن في بعض الاجيال بسبب اللي بتشاف ان مش هيصونك ولكن الفئه العامه او السائد ان الست تتحمل. يعني انا مش مهم يا ما اكلت في بيت اهلي، انا عيني ملانه، الاكل اخر حاجه، لو هو ما بيشتغلش اتحمله، لو معايا ذهب ابيعه، لو هو عندي حاجه اعرف اتصرف. تمام. فالست تمام. تتحمل الامان، فقد الوضع المادي الصعب تتحمله، ان هم خلاص. لكن بيبقى فيه صعوبة في تحمل الأمان انما العاطفي. الامان آه. النفسي والاحتوائي والجسدي كل دول لما بيتم فقدهم من المرأة، هي ما بتستغنيش على طول، هي بتعتاد الفقد، ثم بعد ذلك تصل لمرحلة الاستغناء، ثم بعد ذلك سلام عليكم. فعشان كده انت كزوج لازم تبقى فاهم هو انا بحتويها ايه. الستات كلها مدخلها كلمة حلوة وطبطبة. ستنا عائشة لما غارت سيدة عائشة زوجة سيدنا النبي عليه الصلاة أم والسلام، المؤمنين. كسرت الطبق، كسرته. سيدنا النبي قال ايه؟ لا قال عملتي كده ليه، ولا قال غارت امكم. فهم خلاص، وجاب طبق فهم تاني نفسيتها وفهم فهم طبيعتها اللي الحقيقة هي جبلت ورد. عليها كامرأة. طيب النقطة دي وضحت يا أستاذة أشجان. قبل ما أختم مع حضرتك سريعا، عايزة رد منك على الستات اللي دايما تقول مهما تعبت ومهما عملت عمره ما بيقدر تعبي دايما بحس إنه مهدور. الزوج اللي ما بيقدرش تعب وجهد مراته سواء في البيت أو مع الأولاد أو معاه أو مع أهله، لأن في عندنا جانب آخر إن الأهل يكونوا مجهدين ومتعبين وشفنا طبعا مشاكل كتير. فكلميني سريعا عن عدم الاعتراف بتعب الزوجة وتقديره.
فكرة ان انا عمالة برمي في حد مش حاسس، او عمالة بحطه مش بتشاف المجهود اللي انا بعمله. انا شايفة جزء كبير للأسف من الغلط بيبقى الزوجة. يعني طب ليه هو ليه؟ لان انا من البداية رفعت سقف التوقعات، رفعت سقف العطاء. يعني ايه؟ يعني انا او اتجوزت. رفعت سقف مجهودي اللي عماله ببذل فيه. طب ما انت شايفه ان مجهود بيجر مجهود ومفيش مردود بعد كده. بالظبط. فانا يعني لما واحده تتجوز وهي اخده ان هي اللي بتغير الانبوبه، وهي اللي بتودي الولاد التمارين، مم. وهي اللي بتنظف الشقه تمام زي الفل، وهي اللي المفروض تروح الكهرباء تدفع الكهرباء وتدفع الميه وتعمل الغاز والكلام ده. انا اللي بعمل كل ده من اسبوع جواز مثلا، وبنزل اخدم عند حماتي وبطلع اكل ايه وبعمل مواعين ايه وبنظف عند حماتي تماما. فلما بتحولي الفضل منك لفرض، بعد كده بيبقى صعب جدا انك تطالبي. اما يعني ان انا اقلله. صعب جدا تقللي المجهود اللي انت بتبذليه او تستبدليه او يتحس بيه. فاهمه؟ فهي ما مم. ينفعش يا جماعه انا ابدا بسقف عالي وبعد كده انزل. انت بتعكسي. بمعنى ايه؟ مم. انا دلوقتي واجبات الزوج المفروض هو اللي بيعمل واحد اتنين تلاته، هو اللي بيشتري طلبات البيت. لا، طب انا هديك الفلوس وانت تشتري، تمام، ده فضل وليس فرض. وبنكسر القاعده بكل مره كل فتره ان احنا طب تعالى نجيب احتياجات التقيله بتاعت البيت. انا مش هقدر انا اغير الانبوبه، حتى لو انت بتعرفي هتغيريها مره وتطلبيها منه مره، ما بقولكيش اقعدي ومستحيل تغيري، اعملي ده مره وده مره. لان مم. الصحه يا جماعه مختلفه، بتختلف من المجهود. هو استاذه اشجان، مخزون. دلوقتي انا بشوف نصيحه منتشره ما بين كتير من البنات: دايما قولي له ما بعرفش، اه، ما تقدري. بقدرش، مش عارفه، ما اتعلمتهاش، اول اه، مره اعرفها. دايما اقعدي قولي له كده وحسسيه انك البسكوته اللي ممكن تتكسر على طول، فلو سمحت انت اعمل لي. لا لا لا، ده الكلام ده ما عملتوش قبل كده. بقدر. مره على مره هو هيشيل كل المسؤوليه. هي الدنيا يعني ده يعز عليا اقول في جانب من الصحه. إمم. يعني ايه؟ في يعني الزمن يعني ده، لإن إحنا بقينا بنشوف شباب للأسف وأزواج للأسف الشديد بيحمّلوا زوجاتهم مسؤوليتهم وزيادة شوية مسؤولية عليها. أهاليهم، مسؤوليتهم مسؤولية أهاليهم، فهم دول اللي إمم. بيبقوا أشباه رجال شوية. اللي بيبقى إيه يعني ما تشيل، يعني يبقى الزوج قاعد في البيت وهي تاخد عبايتها وتنزل تجيب هي الطلبات وتجيب كذا وتجيب كذا وتجيب كذا. لو هو تعبان وجاي من الشغل وما قدرش ونسى وكذا، تمام. إنما ما يبقاش حالك دايما إن أنا كل يوم بعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ففكرة إن أنا أقول ما أعرفش، مش قبل ما أقول ما أعرفش أو أعرف لازم أشوف هو باصصها لي إيه، إن اعملي ده فرض ولا فضل، ان ده استثناء ولا قاعده. فالحاجات اللي بتبقى كبيره انا بتكلم على مهام كبيره، لان احنا معانا زوجات بالفعل هي اللي قايم عليها البيت 95%. اللي هم مين بالضبط، دول؟ اللي بالضبط. الازواج مسافره، اللي الازواج دوامها 12 ساعه، اللي الازواج اصلا في محافظه وهي في محافظه، ولا في بلد وهو في بلد. فالستات دي فاتحه البيت بنسبه 95%. ال 5% اللي هو بيجيب الفلوس اللي بيقدر عليها وبيبعتها وخلاص، ومكالمه وجها لوجه فيديو كل كام يوم لو ربنا قدرنا، تمام. انما مين اللي بتودي ومين اللي بتجيب ومين اللي بتعمل عشان اقدم كل الكلام ده من العمر ومن الوقت ومن الصحه ومن تربيه الابناء الصعبه في هذا الزمن؟ فلازم ابقى فاهمه الطرف الثاني باصص للي انا بعمله ده ايه. فهو طب هو انا عايزه على طول طب يا ستي شكرا 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 شكرا؟ لا، في حاجات، في مهام ما ينفعش انت تشيليها، هي من تمام. اساس الرجل. إمم. ما إمم. ينفعش انا اللي ابقى بجري بدور على بحول الولاد من المدارس. تمام، اعملي ده هو في دوامه، بس لازم كل خطوه بكلمه فيها في التليفون. المشاوير اللي ينفع هو يعملها انا رحت النهارده انت تروح بكره. الحاجات دي لما بتاسسوها صح خلاص هو بيكبر على كده، هو بيبقى فاهم ان زوجتي مش كل حاجه هي الاساس فيها، ان انت تكرمها وتقعدها والحاجات دي بالضبط. مسؤولياتك. إمم. فهي دي النقطه، ان حتى النصيحه دي اللي هي قولي ما اعرفش. بلاش ان فرده الصدر بتاع الستات مش عشان انت وحشه او عشان قله اصل او عشان ما تديلوش ده هو ما يستحقش، لا، عشان انت لازم الاول تشوفي نظرته للامر، وتاني حاجه ما تجيش تمام. على صحتك. لان في إمم. الاخر، في الاخر انت اللي هيبقى ظهرك تعبان وهتبقي كده، هيجي هو يطالب بحقوقه الشرعيه تقولي له مش قادره، هو ما شافش كل تعبانة. ده. زوجه آه. مقدره. بالضبط. فعشان تقدري بالضبط. توازني بشكل صحيح. تمام. أشكرك جدًا في النهاية الأستاذة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية، على وجودِك معانا. شرفتينا امين. ونورتينا، اتشرفت بيك. والحقيقة زي ما قُلنا إن النساء بطبعهم هم كائن طيب وحنون وسهل جدًا، مش صعب زي ما ناس كتير بتتكلم وتقول إن الزوجة أو الستات بشكل عام في صعوبة في التعامل معاها. لأ، هي محتاجة بس التقدير والاحترام والحب والأمان، وهتلاقي
كل الود والرحمة والمودة اللي موجودة في البيت، وهتكون الحياة بإذن الله مستقرة وسعيدة. احتويها، واحتويها في الأوقات اللي هي تكون محتاجاك فيها، ما تخليهاش تقول لأ خلاص الكلام ده جاي بعد فوات الأوان أو في وقت ما هواش هو المطلوب. خليك دايما بتحترمها وبتقدرها، وقول فعلا زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير. خليك رحيم ورفيق بيها. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.